ابو بلاش ما بياكلش عيش، ولا اقول لك ابو بلاش مش هينفعك؟ انهي جمله او مثل انت سمعته؟ عايز اوضح لك حاجه مهمه جدا. طول ما انت عندك العقليه بتاعه المجاني او ابو بلاش كتر منه، فدي عقليه خاطئه تماما، ومش هتوصل لاي نتيجه ممكنه انت بتطمح ليها في اي حاجه في حياتك. تخيل معايا كده لو رحت تكشف عند دكتور ببلاش، تفتكر الدكتور ده خبرته ايه؟ تفتكر هيفيدك فعلا؟ تفتكر لو انت رحت لمحامي يرفع لك قضيه ببلاش، تفتكر الدكتور ده هيكون شاطر؟ تفتكر لو انت رحت تشتري خضار ببلاش، تفتكر الخضار ده هيكون نظيف وكويس ولا هيكون فاسد؟ ها، فكر فيها كده. ما شفتش ان الغالي تمنه فيه؟ ما شفتش الحاجات الغاليه؟ ما اتفرجتش على تمن البصل ابو 5 جنيه وتمن البصل ابو 75 جنيه؟ ايوه زي ما سمعت كده، كيلو بصل ب 75 جنيه. روح شوف شكل البصل عامل ازاي، شكل بصله انت ممكن تكون ما شفتوش في حياتك. فده معناه ايه؟ ان دايما كل ما تدفع فلوس كل ما هتحصل على قيمه، وكل ما مش هتدفع فلوس القيمة اللي هتحصل عليها هتكون قليلة جدا. فلو سمحت غير عقليتك، وبلاش تدور وتلحس وراء كل حاجة مجاني. عايز دراسة جدوى مجانية، عايز استشارة مجانية، عايز كورس مجاني، عايز فيديو مجاني، عايز اروح للدكتور ببلاش، مش عايز ادفع اي حاجة. العقلية دي نهايتها مش كويسة. ولكن اول ما تفكيرك وعقليتك تقتنع بان انت لازم تدفع علشان تاخد كواليتي وحاجة ذات قيمة، علشان تلاقي النتائج اللي انت اصلا بتدور عليها ونفسك فيها، هنا اقدر اقول لك مبروك عليك. انت هتوصل لحاجات في حياتك ما وصلتلهاش قبل كده، وهتحقق نجاحات انت ما حققتهاش قبل كده. ولو انت قدرت تنجح بالحاجات المجانية اللي موجودة، احب اوصل لحضرتك ان نجاحك هيكون محدود جدا. هتوصل لنقطة قريبة مش هتعرف تعديها، ولكن عشان توصل للأحلام اللي نفسك فيها واللي عايز تحققها، صدقني لازم تدفع. والفلوس دي لازم تشوف إنها استثمار هيعود عليك بعد كده بنتائج اسمها ROI، Return on Investment. لازم تبص للفلوس اللي انت بتدفعها في اي حاجة ان هي استثمار هيعود عليك بعد كده بنتائج. يعني زي ما بنقول في البيزنس حاجة اسمها ROI، العائد على الاستثمار. يعني ايه العائد على الاستثمار؟ يعني انا النهاردة لما بشتري شقة مثلا ب100,000 جنيه، ايه العائد على الاستثمار لما اشتري الشقة ب100,000 جنيه؟ اول حاجة انا ممكن اجر الشقة دي شهريا ب1000 جنيه او 1500 جنيه، فهيدخل لي 1500 جنيه كل شهر. يبقى ال 1500 دول اسمهم الريتيرن اون انفستمنت. تمام. النهارده اشتريت الشقه دي ب100,000، فمثلا بعد 3 شهور او 5 شهور الشقه دي هتبقى مثلا ب150,000 جنيه. فيبقى العائد على الاستثمار في الشقه دي هو ال50,000 جنيه المكسب. لما استثمرت ال100,000 جنيه هيجي لي 50,000 جنيه بعد فتره معينه لما ابيع الشقه. وكذلك لو اشتريت النهارده كورس ب1000 جنيه، ده دلوقتي اسمه استثمار. العائد على الاستثمار ايه؟ ان بعد ما خدت الكورس ده ممكن اطلع بمعلومه تغير حياتي وتساعدني ان انا اكسب فلوس. ممكن الكورس ده يبقى بداية الطريق ان انا اخد كورس تاني واطور عقليتي، اللي في النهاية هتطور الافعال بتاعتي وتصرفاتي اللي بالتبعية هتبقى النتائج افضل واحسن من قبل كده. فلازم تبتدي تفكر بالطريقة دي.